السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الملاوي اللي كيجيو كيف ما كتشاهدوا مورقين، كيجيو خفافين، كيجي فيهم مذاق الفاني، كيجيو زوينين. ان شاء الله ندوزو المقادير وطريقة التحضير. هادو هما المقادير اللي عندنا جوج زلايف ديال الطحين رطب، عندنا زلافة ديال السميدة، عندنا الماء باش غنجمعو هاد الخليط دافي، عندنا كاس د الحليب دافي اللي كيعطي واحد الهشاش لهاد الملاوي، عندنا معلقة كبيرة ديال سنيدة، عندنا معلقة صغيرة عامرة ديال الخميرة ديال الخبز، عندنا واحد فاني، عندنا معلقة صغيرة ديال الملحة اللي غادي نزيد من بعد، ما غاديرش معلقة صغيرة، غادي نزيد. المهم هنا عندي في القصعة غادي ندير جوج زلايف ديال الطحين، وغادي نزيد السميدة. المهم الناس اللي كيضرهم الملوي يجربوه بالخمارة ديال الخبز ويشوفوا. خرجات الخمارة ديال الخبز كتخليهم زوينين، كتخليهم مفشفشين، وتا الناس شحال من واحد اللي كيضرو المعدة ديالو كيجرب هاد الطريقة بانه كيدير الملاوي ولا المسمن، كيدير فيهم هاد الخمارة هادي ما كيضروهش. المهم الواحد اللي كضرو المعدة يجرب هاد القضية ديال الملاوي ديالو ولا المسمن ديالو، بقى يدير فيهم واحد المعلقة ديال الخمارة ديال الخبز. المهم انا كندير الفاني وكندير السنيدة والملحة. كيف ما قلت لكم راه غنزيد الملحة، حقاش قبيله عاد قلت لكم في المقادير معلقة صغيرة. ملي شفت الكمية ديال الطحين والسميدة كمية كثيرة، معلقة ما غتقدنيش، غادي نزيد معلقة اخرى عامرة صغيرة ديال الملحة، بحال اللي في المجموع معلقة كبيرة ديال الملحة مع جوج لايف ديال الطحين وهاد زلافة ديال السميدة، غنديرو معلقة كبيرة ديال الملحة. صافي كنخلط كلشي، هاد النواشف كاملين، عاد باش كنزيد سوائل الحليب والماء. اللي ما عندوش الحليب راه ما يديروش، ماشي مشكل، غير هو راه كيعطي واحد الهشاشة في هاد المسمن هذا. صافي من بعد ما جمعت العجين عجنتها بالماء دافي، كتجي على هاد الشكل هذا رطبة. صافي كنجمعها هنا في الميكا وكنخليها ترتاح شويه، ما كنخليهاش تخمر، كنخليها غير ترتاح. بقاش دلكتها كنخليها ترتاح. صافي هنا من بعد ما ارتاحت ليا واحد 15 دقيقه بحال هكاك، كندهن الصينيه ديالي صافي، وكندورهم على هذا الشكل، كنشكلهم على هذا الشكل هذا. صافي كنديرهم انا كبار، ما درتهمش صغيورين، درتهم كبار. صافي غنخليها ترتاح شي شويه. هنا عندي الزبده مذوبه، عندي السميده اللي غادي نخلط مع ديك الخماره الحمراء، وعندي الزيت. صافي هنا بعد ما ارتاحت لي العجينه ديالي شويه، غادي نبدا نطلقها. كنطلقها على هذا الشكل هذا، غير على في البوطاجي كنطلقها. كنطلق العجينه ديالي كامله. غير جربوا هاد المسمن بهاد الطريقه راه غيعجبكم، كيجي زوين. المهم كندهن بالزبده، كندير الزبده هي الاولى، عاد من موراها كندير الزيت. صافي من بعد كندير السميده، اللي ديك السميده اللي درت معاها الخماره الحمراء. صافي كنشكلها على شكل بحال اللي غندير مسمن. صافي كنطلقها عاوتاني، كنطلقها على هاد الشكل. كيف ما كتشاهدوا الكاميرا ما كانش تصور مزيان، ولكن راه واضح. صافي كندهن عاوتاني شويه ديال الزبده بشويه ديال السميده، شويه ديال الزيت. صافي وكنبدا نجمع ويدي مرخوفه، كنجمع كنلوي ويدي مرخوفه كيف ما كتشاهدوا، كنلوي ويدي مرخوفه. صافي من بعد كندير على هذا الشكل هذا وكنخليها ترتاح. صافي كنغطيها بشي ميكا وكنخليها ترتاح.
أو الثاني عاوتاني غنوريها لكم كيفاش كنطلقوها كيف ما طلقنا الأولى، كتطلقوها كاملة. شوف الحمد لله راه العجينة مساعداني زعما، وعذرا البرد. في البرد راه عرفتي راه حتى شوفوا فوق البوطاجي الزبدة دابت، جمدت عفوا ماشي دابت جمدت. المهم كنطلق العجينة ديالي، تنطلقها مزيان، كندير الزبدة، كندير الزيت. شوفوا الزبدة، شوف مع البرد كتلصق، خاصك كل شوية تسخنيها صافي. وكندير السميدة عاوتاني كنديرها على شكل مسمن بحال غندير المسمن صافي. وكنطلقها صافي. من بعد ما كنطلقها كنعاود ندير لها شوية ديال الزبدة وشوية ديال السميدة وشوية ديال الزيت. المهم الطريقة راه مفهومة، درت الأولى وأنا وريتكم حتى الثانية. صافي وغادي نبدا نلوي ويدي مطلوقة، نبدا نلوي ويدي مطلوقة من الواش. المهم كيف ما كتلاحظوا كنلوي ويدي مطلوقة صافي. كنجمع عاوتاني كذلك وكنخليها ترتاح في الميكا، كنخليها ترتاح صافي. من بعد ما كنسالي العجينة ديالي كاملة كنبدا نطلقها، كنبدا نطيب بجوج بجوج لحقاش راه مكبارينش بزاف صافي. في هاد الأثناء راه درت الفراح ديالي سخون صافي. انا غنطلق العجينة ديالي كيف ما قلت لكم، كنبدا نطلق بجوج بجوج. ديك الساعة ملي كنبغي نطلقها كنبقى نطلقها بشوية ديال الزيت صافي. هنا راه درت الفراح يسخن، من بعد ما كيسخن الفراح راه كنقصوا ليه شي شويه، ما كنخليوش على داك الجهد ديالو الاول صافي. كنبدا نطيب، كندهن الفراح ديالي بشويه ديال الزيت وكنبدا نطيب. كما كتشوفوا كنبداو نقلبوهم، كنحسوا باش دات راسها كنبداو نقلبوه. راه ملي تيبداو يطيبوا تبارك الله راه كيجيو محلولين صافي. من بعد اللي طابت ليا كندير لها هكا بيدي، بحال اللي كنضربها شويه بيدي بحال هكا، وكنغطيها كنغطيها بشي منديل. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي صافي. هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنقدموه مع شويه ديال العسل ولا فرماج ولا المهم اللي متواجد عندكم في الدار كتقدموه معاه. وبصحه وراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله.